الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم متابعين فانزات يارا مار على نور مار وفريقه، فمحمد مار نزل هذا المقطع على قناته واللي ما كانت موجوده بيارا مار، وهاي صار لها رابع يوم تختفي بيه على المقاطع. فلما نزل المقطع هواي من الكومنتات اللي جت عليه انه وين يارا مار، وكلام بالانجليزي مكتوب عليه جيش يارا مار، انه يريدون يجمدون المشاهدات، ولكن اختفت هذه التعاليق. لكن الصراحه بوجهه نظري انه هذا الهجوم ما له داعي ابد. فيارا طلعت بستوري وقالت انه هي غايبه بسبب الدراسه مو اكثر، وراح ترجع للمقاطع يوم الاحد. راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ حبيت اعتذر منكم اني انا صار لي فترة كثير منيحة عم غيب عنكم وما عم نزل لكم وهيك. بعتذر كثير عن جد، بس انا صراحة علي ضغط امتحانات ومدرسة وهذا الحكي كلياته، بس رح ارجع اتفاعل مثل اول واحسن اذا الله راد. فكمان كونوا كلكم منتظرين يوم الاحد الساعة 7 حنزل لكم فيديو بيجنن على قناتي. الفيديو كتير حلو، بدي اياكم يكون تفاعلكم عليه كتير 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 قوي. فيس بس هيك، بحبكم. فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بالهجوم اللي تعرض له نور مار وفريقه. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني، واعلانه عن نزول اغنيته الجديده. محمد جواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي كان يقول بيه انه اغنيته الجديده قريبه كلش، فراح تنزل ب 2021 الشهر الاول يوم 11. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مصطفى ريدر، فمصطفى نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي يطلب بيه من المتابعين انه يشتركون بقناته مال الاغاني، لان يقول انه بالفتره القادمه راح ينزل بيها هوايه اغاني. ريدر نزل على قناته الثانيه البرومو على اغنيته الجديده، فراح احطكم هذا البرومو اسمعوه، وبنفس الوقت راح احط لكم رابط قناه ريدر وصلوا 100,000 مشترك. كله ورا فلوس، بنرواب علشان نجيبوا فلوس، عليكم ادوس، بنرواب علشان نجيبوا فلوس. طبعا من الواضح ان الاغنيه راح تكون ديستراك وممكن تكون على وسام تيكت، فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات الاغنيه منو متحمسين اكثر. الخبر الثالث اللي عدنا عن نور ستار وليش صارت تبكي، فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي كانت تطلب بيه من المتابعين انه يقولوا لها مكان هي تتصور بيه، حابين انه يشوفوها تتصور بيه، اللي هي نفس الفكره اللي سوتها اصاله امبارحه، اللي هو صراحه شايف هذا الترند جدا غبي. المهم نور لبت طلب واحد واللي هو شخص طلب من عندها انه تبكي قدام الكاميرا، ولكن الصراحه حسيت من الواضح انه نور ستار هي ضايجه وتريد تبكي ولقيتها حجه يعني، فقالت انه ما عندها صوره قديمه هي تبكي بيها، فلهذا هي طلعت قدامنا وصارت تبكي. فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات هل تعتقدون ان نور ستار ضايجه من شيء؟ الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان تيكت وكشف حقيقة ليش مسمية قناتها بيسان فخر الدين، ففخر الدين هو مو اسم عائلته وانما اسم عائلة وسام تيكت، ولكن بالنسبة للاشخاص اللي ما يعرفون شنو السبب، فبيسان تيكت ووسام تيكت هم يحبون بعض وعن قريب اتوقع راح يتزوجون، فلهذا السبب بيسان مسمية قناته بهذا الاسم، او ممكن يكون وسام هو اللي طلب من عند هذا الشيء. وطبعا للمعلومة بس، فبيسان تعرضت للهجوم باول مقطع نزلته، فطبعا المشكلة بين ياسو وبيسان فهي مشكلة قديمة حتى من لما كانت فريق فافانبولي، وطبعا اكو اشخاص الى الان يعتقدون انه بيسان هي سبب خروج ياسو من فريق فافانبولي. فهو من الكومنتات اللي جت على المقطع كان كلام بالانجليزي يريدون يجمدون المشاهدات على قناه بيسان الجديده ومكتوب عليها جيش ياسو، فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بالهجوم اللي صار. الخبر الخامس اللي عدنا عن نارين بيوتي واشاعات الزواج اللي عليها ما تخلص، فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست واللي كانت لابسه فستان العرس، وكانت كاتبه اكتبوا لي السر ووعدكم ما راح اقول لاي احد. وهاي من الكومنتات اللي جت يقولون انه نارين بيوتي راح تتزوج، فلهذا هي لابسه هذا الفستان، واشخاص قالوا انه هي اساسا متزوجه وحامل، فلهذا حاطه ايدها على بطنها، ولكن هذا كلام مجرد اشاعات عليها مو اكثر. واتوقع هذه الصوره هي ماخذتها من الفيديو كليب، فكانت لابسه نفس اللبس يعني مالتها. بس والله وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه عشان اكون فايز زي مقاطع من القصص، وبس مع السلامه.